رسميا الشيخ مقصود والأشرفي منطقة عسكرية، والحكومة السورية بتعطي إنذار للمدنيين والأبرياء من ساعات حتى يخلوا المنطقة ويبتعدوا عن المناطق العسكرية المتواجدة فيها عصابات وميليشيات قسد حتى يحافظوا على أرواحهم ويقوموا بحمايتهم. ثانيا، بعد ايش الحكومة السورية قررت انه تعمل هذا العمل العسكري على ميليشيات وعصابات قسد بالشيخ مقصود والأشرفي؟ بعد ما قسد ارتكبت مجازر، وبعد ما نقضت الاتفاق 1000 مرة ومرة، بعد ما قتلت أطفال، بعد ما قتلت نساء، وبعد ما قتلت شباب، وبعد ما قتلت شيوخ، وبكل دم بارد، وبعد ما قصفت المدنيين بشكل عشوائي. قتلت الكبير وقتلت الصغير، والحكومة السورية تصبر عليها وتتحملها وتصبر وتتحمل. لكن اليوم العصا لمن عصى. كلياتنا جنود بدولتنا، ودولتنا أخذت هذا القرار، وكل واحد مننا بيقاتل بالطريقة يلي بيكون قادر فيها، يلي بيقاتل بالدعاء، ويلي بيقاتل بالإعلام، ويلي بيقاتل على الأرض. وواجبنا أنه نوقف اليوم وقفة رجل واحد حتى ترضى العصابات كلهم من سوريا، من عصابات وميليشيات قسد، إن كانوا بحلب وإن كانوا بالجزيرة العربية. الله يحمي أهلنا وأخوتنا، والله يحمي قواتنا الأشاوس وأبطالنا.